وهنا عاش أو عاش هنا، مبادرة إنسانية جميلة انطلقت من قلب القاهرة تؤرخ العظماء عاشوا هنا، عاشوا في حياتنا، عاشوا وسابوا لنا أثر على كل رصيف عدوا منه، وكل بيت سكنوا فيه، وكل مراية مروا عليها. في محبة هؤلاء مشينا الزمالك رصيف رصيف وبيت بيت علشان نعيد نظر في كل باب مر منه اسم لامع ادانا جزء مهم من عمره في محبة خالصة. هنا القاهرة، هنا الزمالك. احنا بدأنا من هنا، من العمارة اللي احنا فيها من قبل سنة 1934. هنا عاشت السيدة أم كلثوم. بالظبط. استخدمت نفس الأسانسير ده اللي ورانا، تنزل من الدور الأولاني، تبص كده، تتهيأ في المراية الموجودة قدامنا. والمفاجأة اللي احنا اكتشفناها دلوقتي حالا إن هي كانت ساكنة في الدور الأولاني فين؟ في بنسيون. في بنسيون. كانت معلومة جديدة. معلومة جديدة اترددت هنا النهارده. معلومة جديدة بالنسبة لنا إنها كانت ساكنة في بنسيون قبل ما تنتقل. لو احنا مشينا شوية طريق شارع 26 يوليو ودخلنا يمين هنلاقي الفيلا بتاعتها اللي اتهدت يعني للأسف طبعا. بقى في تمثال دلوقتي لأم كلثوم في المكان، وفي فندق. وفي فندق. شعور جميل الواحد يعني يعايش العظماء اللي شكلوا جزء مهم من حياته ويشوف هم كانوا عايشين فين وازاي. شعور مهم جدا الحقيقه. طبعا هو ده بقى اللي بقول على ذاكره المدينه، ان احنا دايما نستشعر طبيعه الحياه كان شكلها ايه، المجتمع في الوقت ده كان شكله ايه. احنا عاشا هنا بينتقل في مناطق كتيره، احنا النهارده في الزمالك لكن احنا في وسط البلد، في مناطق كتيره، في القاهره التاريخيه مجموعه مهمه جدا من المبدعين عاشوا في القاهره التاريخيه. فهو المكان استاذ نجيب محفوظ، استاذ جمال غيطاني، صح؟ دول من الحاجات اللي اتعملت في القاهره القديمه. بالظبط. فاحنا بنقول ان دول هم الرواد، وبالتالي مهم دورنا احنا ان احنا ننقل بقى ايه اللي انجزوه من خلال الموقع اللي احنا عملناه لذاكره المدينه، ونبتدي نتعرف، لان دول نبراس للاداء والابداع. احنا الجوله اللي هنعملها النهارده في الزمالك دي بدايه عشان تعرفوا رموزنا الجميله، وبعدين هنقابل واحنا ماشيين دلوقتي. احنا بدانا من عند السيده ام كلثوم، وتخيل بقى كان مين اللي بيجي في البنسيون هنا عند السيده ام كلثوم؟ يعني الاستاذ احمد رامي، عصابجي، الاستاذ عبد الوهاب، يعني لا عظماء طبعا، الاستاذ رياض السنباطي، عظماء كانوا هنا برضو في هذا المكان. هنتمشى كده في الزمالك ونشوف الناس الحلوه، ونسمع كمان تاريخ وحكايات شوارعنا الجميله. تعالوا نشوف كده اللوحه الحلوه بتاعت عائشه. على عكس ما يتصور البعض ان فيلة ام كلثوم اللي بقت برج ام كلثوم دلوقتي هو اول مكان عاشت فيه الست في الزمالك، مبادرة هنا عاش وثقت العمارة الاولى اللي سكنت فيها الست ام كلثوم، وهي على بعد خطوات من فندق ماريوت في شارع 26 يوليو. بيت صغير في عمارة لساها قادرة تنطق بكل هذا الجمال. الحقيقه مش عايز اقول لك الواحد سعيد قد ايه وهو في بهو بيت السيده ام كلثوم. يعني حاجه حاسس بانها هتنزل دلوقتي بالاسانسير القديم ده اللي ورانا. وبعدين اظن ده من ساعه ما العماره اتعملت، يعني ما كانش فكره صندوق البوسطه اللي كان موجود في البيوت القديمه. وهنا بقى انا باكد على فكره الحفاظ على التراث المعماري والعمراني للمدينه، لان المباني اللي احنا بنتعامل معاها هنا في منطقه الزمالك هتلاقيها معظمها في نهايات القرن ال19، وهنلاقيها لها فعلا مفردات معماريه رائعه جدا، وده اللي خلى الجهاز انه يوثقها ويحافظ عليها علشان تفضل في ذاكرتنا المفردات اللي استعملت. معماريين اجانب جم عملوا طرز مختلفه اوروبيه، ومعماريين مصريين عملوا عمران بيشكل هويه مصريه، الاثنين موجودين في الزمالك. مهم التوثيق ده برضو يخلينا نقدر نحافظ عليها، يعني ما يبقاش مجرد توثيق بالظبط، لكن نحافظ على الملامح بتاعتها.
تخيل كده، طب تخيل معايا يعني مين الصندوق ده كان بتاع مين؟ صندوق البريد ده طبعا في جيل جديد، جيل كتير كبير يعني ما يعرفش صناديق البريد. الفكره دي كانت طبعا في كل البيوت في الوقت ده، وكانت لحظه ممتعه ان الواحد ينزل يلاقي، بص هو طالع يشوف حاجه جت، يلاقي جواب في ياخده، يشوف مين اللي باعت بقى الجواب، بقاله ايه، اسبوع، اسبوعين، شهر. ياما جوابات هنا واخبار جميله واخبار مش جميله كانت موجوده في صندوق البريد. يعني خلينا نوثق فكره صندوق البريد برضو، وهنا في اسامي اهو كانت موجوده على ارقام الشقق الصندوق وارقام الشقق. واكيد كانت ايام حلوه وجميله. نكمل جولتنا. اتفضل.